احنا بندفن الشخص، بنغطي الجسم كله بالملح لحد الرقبه. دي بقى عشان مشاكل مفاصل، عظام، امراض جلديه، نشط الدوره الدمويه. الملح سكراب اصلا فبيشيل الجلد الميت. تمام. فبيبقى ليه فوائد كتير طبعا يا دكتور، زي ما انت عارفه. انا هقول لحضرتك اول حاجه هنا في الممرات بنقلع اول حاجه الشوز والشراب. تمام، عشان ده بيهيئك للجلسه. احنا عندنا الممرات طويله، وده اصلا جزء من الجلسه بيساعدك على التهيئه. تمام، عشان يبدا يفتح مسام القدم، ومثلا يبدا ينشط الدوره الدمويه ويخرج السموم والرطوبه. يعني يدخل المود، يدخل جوه المود نفسه. يعني ده مثلا بيساعدك على الاسترخاء، بيهيئك للجلسه جوه. حضرتك فهماني؟ هو الممرات معموله كده، ده جزء مقصود من الجلسه عشان يهيئ حضرتك جوه. يعني ده نعتبره اصلا حاجه قبل الجلسه نفسها. ده قبل الجلسه وجزء منها. عندنا كمان 4 غرف بيبقوا للدفن. بالاضافه كمان احنا عندنا صاله كبيره، دي بقى الاعداد والجروبات الكبيره، لان احنا هنا بيجي لنا اجانب كتير من كل انحاء العالم. تمام. ده بالنسبه لجلسه معينه بعينها، ولا اي انواع جلسات؟ بيبقى عندنا نوعين من الجلسات. في بالنسبه لجلسه القدم، تمام، دي الاسترخائيه. لو حابه حاجه علاجيه بقى عشان مشاكل المفاصل والعظام والامراض الجلديه، فاحنا بندخل جلسه الدفن الكامل، ودي بتتم بقى في غرفه برايفت. تمام، غرفه بتبقى منفصله تماما، بيبقى الستاف فيه بنات للسيدات، تمام، وفي ولاد مثلا الرجاله. تمام، تبقى الغرفه برايفت خاصه بيكي، مفيش حد تاني معاكي. اما القدم ممكن تبقى ميكس عادي، مفيش مشكله، يبقى ليها غرفه كبيره كده ممكن نكون فيها كلنا مع بعض. تمام، ممكن ندخل نشوفها برضو اهي. ده بالنسبه اللي هي جلسه القدم، صح كده؟ دي الصاله الكبيره دي عندنا بتشيل عدد كبيره جدا من الافراد. تمام، دي بتبقى مخصصه لجلسه القدم. احنا بنبقى نايمين على الشезлونج ورجلينا في الملح، بتبدا بقى تنشط الدوره الدمويه، بتساعدك على الاسترخاء. حتى برضو الاضاءه الزرقاء اللي في السقف اخدت بالي من الاضاءه، واخدت بالي من كريستالات الملح اللي موجوده برضو في السقف. المكان كله عندنا ملح، الارض والسقف. تمام، وكل حاجه مخصصه من الملح. الاضاءه الزرقاء دي مخصصه عشان تريح العصب بتاع العين، اللي تبقى جلسه استرخاء. انت بتنامي، انت بتخشي جوه بتنامي وتفصلي، بتخلي حالتك النفسيه كويسه جدا. حتى الاطفال برضو عندنا ممكن، الاطفال برضو هنا بيبقى في نفس في جزء برضو مخصص ليهم، احنا ممكن نروح نشوف. في بيبقى ليهم، مش بيبقى في نفس الغرفه هنا؟ لا، ممكن ندخلهم في غرفه منفصله عشان ما نزعجش الجست اللي هنا، علشان تبقى جلسه استرخائيه. تمام، احنا ممكن نشوف جلسه الدفن. الاطفال بنديهم طبعا العاب زي كده. اخدت بالي من جزء فعلا الاطفال بيها. تمام، الالعاب دي خاصه بيهم مثلا. يعني لو ام عايزه تفصل فخلاص بقى ما بقاش عائق. دي حاجه. الحاجه التانية كمان ان احنا عندنا الجلسه دي بتبقى مفيده جدا ليهم، عشان مثلا لو حد بيعاني من جيوب انفيه، من حساسيه، من ده بالنسبه للاطفال. ده بيبقى كويس ليهم. ده بيبقى كويس جدا ليهم. ثواني معلش عشان تهت منك. الاطفال هتلعب بالالعاب في قلب الجلسه، ولا هم لحد ما الماميز بس تخلص بندخلهم في غرفه يعني صغيره خاصه بيهم، او مثلا لو دفن كامل وعايزه ابنها يكون معاها في نفس الغرفه، بس عايزه مثلا يلعب بالعاب وكده، احنا بنديهم، بيبقوا معاهم برضو، بس مش بيتدفنوا، هم مجرد بس ان هم موجودين. ممكن يعملوا جلسه قدم برضو عادي. تمام، لان هي زي ما قلت لحضرتك اصلا اليود اللي في الملح كنت كويس لسه جدا. هقول حتى لو ما دفنوش عنصر اليود هنا، لا المكان حاسه ان الهواء مختلف عن بره. عنصر اليود فيه هو الغالب، فانت بتستنشقي يود طول الجلسه. مفيد بقى للكبار والاطفال، عشان لو عندهم حساسيه، جيوب انفيه، ربو، فده بيساعد معاهم. تمام، ان هو يتعالجوا من كل ده. جلسه الدفن الكامل بتتم زي كده، بتبقى في حفره. احنا بندفن الشخص، بنغطي الجسم كله بالملح لحد الرقبه. دي بقى عشان مشاكل مفاصل، عظام، امراض جلديه، نشط الدوره الدمويه. الملح سكراب اصلا فبيشيل الجلد الميت. تمام، فبيبقى ليه فوائد كتير طبعا يا دكتور، زي ما انت عارفه. انا طيب ايه الناس اللي بنقول لهم لا ما ينفعش ان هم يجوا يعملوا جلسه دفن كامل؟ يعني مثلا لو حامل، او مثلا اللي عندهم امراض زي امراض الكلى، عشان وامراض برضو الغده الدرقيه برضو. لا، هي كويسه، هي مفيده للغده الدرقيه. هي كويسه للغده الدرقيه. بس ضن على طول، ولا لازم ان هو يبقى يعني واخد؟ لا، ما فيش اي مشكله لو دخلوا عادي، بس اهم حاجه ما يكونش بيعاني من مشاكل في الكلى، او مثلا امراض القلب بلاش. برضو الحامل زي ما قلت لحضرتك، خاصه في الشهور الاولى. لكن لو حامل وعايز تعمل قدم ما فيش مشكله. دفن كامل بنقول لهم يعني ونوصيهم ان هو لا، في بلاش. اي حد حصل له مثلا اي رياكشن على جسمه، حساسيه؟ لا خالص، لا هو اصلا مش بيبقى ضار. اصل عاده الناس بيختلط عليها الامر، انا بنزل البحر جسمي ممكن يحصل فيه رياكشن. احنا برضو قبل ما بيدخلوا الجلسه احنا بنسالهم هل لما بتنزل بيبقى في اي مشاكل او من ميه البحر، او مثلا اي حساسيه من ميه البحر، فبيبقى اجابتهم لا. لو هم بيتضروا من ميه البحر، لا انا مش بدخلهم دفن كامل، لا خلاص. يعني بعدها ما بيحصلش اي تحسس او لا حاسس انه عايز هو بيبقى فيه احمرار مكان بس اثر الملح، بعدها بشويه بيختفي. كمان احنا الشاور بتاعنا بناخده بعد ساعتين، عشان مسام الجسم بتبقى مفتوحه بالظبط، فعشان ما ياخدش اي برد او يحصل له اي مشاكل في العظم ولا حاجه. فبلاش، بنوصيهم ان هم ياخدوا التهاب او تحسس بعدها. بالظبط كده.
تمام.